لو بتحب المعلومات دي عن عالم البترول والبريمة اعمل لايك واشترك في القناة ويلا بينا. عمرك سألت نفسك ازاي مهندسين البترول بيعرفوا ان منطقة معينة ممكن يكون تحتها بترول قبل ما يحفروا؟ الموضوع مش انهم بيحفروا عشوائي ويقولوا نجرب حظنا. اول خطوة بتكون دراسة الجيولوجي المنطقة. المهندسين والجيولوجيين بيدوروا على علامات معينة زي نوع الصخور وتاريخ تكوينها، وهل المنطقة ممكن تكون كونت بترول واحتفظت بيه ولا لأ. بعد كده بيستخدموا السايزميك سيرفي. ببساطة بيبعتوا موجات صوتية إلى باطن الأرض، والموجات دي بتنعكس لما تقابل طبقات الصخور المختلفة، ومن الانعكاسات دي بيقدروا يعملوا صورة تقريبية للطبقات الموجودة تحت الأرض. وهنا بيدوروا على حاجة مهمة جدا اسمها تراب. التراب هي تركيب جيولوجي ممكن يحبس البترول والغاز تحت الأرض، لكن وجود التراب لوحده مش كفاية، لازم كمان يكون فيه سورس روك كون البترول، وريزرفوار روك يقدر يخزن البترول، وسيل يمنع البترول والغاز من الهروب. لو العوامل دي كلها اجتمعت المنطقة تبقى بروسبكتيف، يعني تستحق إننا نفكر في حفر بئر استكشافي. وبعد كل الدراسات دي مفيش حاجة بتأكد وجود البترول بشكل نهائي غير الحفر نفسه. يعني السايزميك والجيولوجي بيقولوا لك المكان ده واعد يستاهل نحفر، لكن لما الدريل بيت يوصل تحت الأرض ساعتها نعرف الحقيقة. وده سبب ان الاكسبلوريشن ويل ممكن يكلف ملايين الدولارات، وفي الآخر تكتشف ان مفيش بترول تجاري. كنت تعرف ان كل التكنولوجيا دي في النهاية هدفها اختيار أفضل مكان للحفر؟ ولو بتحب المعلومات دي عن عالم البترول والبريمة اعمل لايك واشترك في القناة.